عندما تكلم اللاعب محمد أمين الرباطي كان للحديث وقع زلزال هز أركان ومفاصل النادي الذي ظل إلى أشهر قليلة واحدا من ركائزه الرئيسية. أمين الرباطي في الحوار القنبلة أماط اللثام عما أسماه تلاعب الرجاء البيضاوي بتقديمه لريشان كان فيها اللاعب وسيطا لتفويت مباريات في الموسم الماضي. لابد من التذكير بأن نادي الرجاء الرياضي استقبل النبأ بكثير من الاستغراب، لأن يأتي ذلك على لسان عميده السابق والذي اقتسم مع الحلوة والمرة، وكان مساهما وفاعلا في التتويج الأخير. وأمام هذا الفصل الأكثر جرأة في تاريخ صراع الأندية المغربية ولاعبيها وسيل الاتهامات المدوية التي فجرها قيصر دفاع الرجاء السابق والمنتخب المغربي وأندية خليجية ونادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، جاء الرد سريعا من الرجاء البيضاوي في بيان حقيقة فند من خلاله مزاعم اللاعب، مؤكدا أنها مؤامرات تحاك من أعداء النجاح. وفي بيان آخر قرر النادي اللجوء للقضاء لمتابعة اللاعب وجريدة المساء الرياضي التي انفردت بالحوار القنبلة. هناك من أراد أن يحول النقاش أنه قضية بين فريق الرجاء البيضاوي وصحيفة المساء الرياضي، ولكن القضية الحقيقية فهي بين الرجاء وبين أمين الرباطي الذي أدلى بمعطيات يعني لابد من الوقوف عندها بتمعن، ولابد لكل طرف أن يدلي يعني بدلوه فيها. نحن نضع أمام القانون الملف ليجري تحرياته أمام من نسبت إليه هذه الأقاويل وأمام المنبر الذي عليه أن يثبت بأن اللاعب هو من صرح بذلك، ونحن لا نقصد لا هذا المنبر ولا ذاك، بل بالعكس هذه العملية فيها حتى حماية للعمل الإعلامي. وحدها الأيام القادمة من سيكشف النقاب عن حقيقة الصراع بين الرجاء البيضاوي ومحمد أمين الرباطي. محمود بنباري، العربية، الدار البيضاء.